بالطبع. بما أن القصة طويلة جدا، سأعيد كتابتها بأسلوب قصصي احترافي ومشوق يصلح للتعليق الصوتي على يوتيوب، مع الحفاظ على الأحداث الأساسية وإضافة السرد والمشاعر والتشويق. أنا اسمي نادية، وعمري دلوقتي 50 سنة. لو حد شافني نهترده يمكن يقول دي ست عادية عاشت عمرها وخلاص، لكن الحقيقة إن دوايا حكاية عمرها ما كانت سهلة. اتجوزت وأنا عندي 19 سنة، وكانت فأكرة إني داخلة على حياة جديدة مليونة حب وراحة واستقرار، لكن اللي حصل كان العكس تماما. أول أسبوع في الجواز كان طبيعي، وبعدها اكتشفت إن الراجل اللي اتجوزته شخص تاني خالص. العصبية عنده كانت فوق الوصف، وأقل مشكلة تتحول لخناقة، والخناقة تتحول لضرب وإهانة وشتيمة. كانت كل يوم أقول لنفسي: اصبري، يمكن ربنا يهديه. وكانت أستحمل. ولما حملت في أول بنت لواء، قلت خلاص، دلوقتي بقي فيه طفل جال الدنيا، ومن نفع أفكر في الطلاق. عدت سنة ووراها سنة، ودبت بنت، وبعدها بنت تاني، وبعدها بنت ثالثة. 3 بنات كانوا هم النور الوحيد في حياتي، لكن للأسف دوزي ما تغيرش، بالعكس بقي أسوأ. ولما دخل طريق المخدرات، حياتنا كلها انهارت. الفلوس اختفت، والضرب زاد، والإهانة بقت يومية. وفي يوم وقفت قدامه وقلت له: أنا استحملت كتير، لكن دلوقتي بخاف على بناتي منك. بص لي بمنتهى البرود وقال: وأنا أصلا زهقت منك ومن عيشتك. في اللحظة دي أخذت القرار، أتطلقت، وخرجت أنا وبناتي من حياته نهائيا. ومن يومها بدأت رحلة جديدة، رحلة شقة عمره. اشتغلت في تنظيف البيوت، وغسلت سجاد، ونظفت مستشفيات، وكانت ألف من مكان لمكان علشان أوفر لقمة العيش لبناتي. كانت أنام تعبونة وأصحى تعبونة، لكن كانت فرحانة إني بشوف بناتي بيكبروا قدامي. ومرت السنين، وربيتهم أحسن تربية، وجوزهم، والحمد لله كل واحدة فيهم ربنا رزقها بزوج محترم. وسعتها لأول مرة حسيت إن رسالتي في الدنيا تقريبا انتهت. بقيت أعيش لوحدي، وبناتي كانوا بيكلموني كل يوم ويثمن عليا، ودبوا لي موبايل حديث، وعلموني استخدم الإنترنت والفيسبوك والواتساب. في الأول كانت بدخل أتفرد بس، وبعدين بقيت أتكلم مع ناس، كلام عادي جدا، تضييع وقت، لحد ما ظهر في حياتي شخص اسمه مصطفى. ومن أول يوم حسيت إنه مختلف. كان مهتم بي بشكل غريب. صباح الخير يا نادية، إزيكي يا نادية، كلتي ولا لا؟ نمتي كويس؟ كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، لدرجة إنه بقي جزء أساسي من يومي. ولأول مرة في حياتي حد يسمعني، حد يهتم بي، حد يقول لي كلمة حلوة. ويمكن هنا كانت بداية الكارثة. لما سألته عن سنه، قال إنه عنده 25 سنة. أتصدمت، وقلت له: يا ابني دي أنا قد بناتي. لكنه ضحك وقال: وأنا بحب الست الكبيرة. في البداية افتكرته بيهزر، لكن مع الوقت فضل يكرر الكلام، ويؤكد إنه معجب بي، وإنه نفسه يتجوزني، وإن البنات الصغيرة مش بيثق فيهم. أما أنا فكانت بسمع الكلام اللي أترمت منه طول عمري، وواحدة واحدة قلبي صدق، وبقيت مستنية مكالماته، وأفرح بكلامه، وأفكر فيه طول الوقت، لحد ما الطلب يقابلني. في الأول رفضت، لكن بعد إلحاح شديد وافقت، ورحت عنده، وكان محترما جدا. استقبلني كويس، وأكلنا وشربنا وقعدنا نتكلم، ومحسش أي حاجة غلط. ولما رجعت البيت كلمني يتمن عليا، وفي اللحظة دي حسيت إني أقدر أثق فيه، وده كان أكبر غلط عملته في حياتي. بعدها بأيام طلب مني أزوره تاني، ورحت، لكن المرة دي بعد ما شربت العصير مش فأكرة أي حاجة. صحيت من النوم، ولقيت نفسي على سريره، ولقيته قاعد جنبي، وفي اللحظة دي
عرفت إن حياتي كلها اتدمرت. بدأ يتكلم معي بطريقة مختلفة تماماً. اختفى الشاب الرومانسي، وظهر شخص تاني، شخص قاسي، بارد، فقير، وقال لي بكل بساطة: أنا كانت بلعب بيكي. حسيت إن الأرض بتلف بيا، لكن الصدمة الأكبر كانت بعدها بساعات. لما بعت لي فيديو لو أنا وهو مصوره من غير ما أعرف، وأتحول حبي المزعوم لكابوس أسود. بدأ يهددني ويبتزني، مرة عايز فلوس، ومرة عايز أشوفه، ومرة عايز أعمل اللي هو رئيسه. وكل مرة كان يهددني بنشر الفيديو. كانت مرعوبة، مش خايفة على نفسي بس، خايفة على بناتي وأزواج بناتي والناس والكلام والفضيحة. دفعت له 30,000 جنيه، وقال إنه حذف الفيديو، لكن بعدها اكتشفت إنه كذاب، وكان محتفظ بنسخ تاني. وبدأ يطلب أكتر ويهدد أكتر، وفي كل مرة كانت بحس إني بغرق وبغرق أكتر، لحد ما وصلت لمرحلة إني بقيت مش قادرة أبص في المراية، مش قادرة أسامح نفسي، ومش قادرة أصدق إني وقعت في الفخ ده. أنا اللي قضيت عمري كله محافظة على نفسي. أنا اللي رفضت الجواز 10 مرات علشان بناتي. أنا اللي ضحيت بشبابي كله. في الآخر ضاعت مني الحكمة في لحظة ضعف، وبقيت أسأل نفسي كل يوم: أزئي صدقته؟ أزئي سلمت له قلبي؟ أزئي نسيت كل اللي شوفته في الدنيا؟ لكن للأسف بعدما اكتشفت الحقيقة كان الوقت فات، وكان مصطفى بدأ يبتزني بطريقة ما كانتش أتخيلها. ووقتها عرفت إن أكبر خطر ممكن يواجه الإنسان مش الغريب، لكن الشخص اللي يدخل قلبك ويخليك تطمن له، وبعدين يطعنك من أقرب مكان. ولحد نهتر ده لسه بدعي ربنا ينجيني من الكابوس ده، ويسترني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. هذه نسخة معاد صياغتها بالكامل بأسلوب قصصي طويل ومناسب للتعليق الصوتي، مع حذف التكرار والعامية المبعثرة وتحويلها إلى سرد أكثر تشويقا واحترافية.